اهو كده، ونحاول بعد كده ان احنا نفرده. الجهاز التاني يختلف مليون في المية عن الجهاز الاول اللي احنا كنا السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله هنغير السيرمال بيست البروسيسور ده الجيل الرابع، وهنجيب واحد برضو جيل 11. تابعونا للنهايه هتشوفوا تغيير الاثنين بروسيسور، ده الجيل الرابع والتاني جيل 11. طبعا او البروسيسور احنا داخلين على الشتاء، اي نعم، ودرجات الحراره مش هتبقى عاليه قوي، بس لاحظت ان البروسيسور ده الجيل الرابع ده بيسخن قوي في الريندر، بيوصل لتمانينات. فطبعا تمانينات على حاجه زي كده. وزي ما انتم شايفين هنا المظهر طبعا الاتش بي القديمه دي بتاعت الكيسه الاستيراد، مراحل الطاقه او الفي رام بتاعتها ضعيفه، فمش هتستحمل درجات الحراره العاليه دي، ممكن تحصل اي مشكله. فقلت اغير لها السيرمال بيست. والنهارده طبعا هو والبروسيسور الجيل ال 11. وزي ما انتم شايفين عندنا طبعا نوعين، اللي هو الجيل ماستر وعندنا النكتوا، الاثنين طبعا من الانواع العاليه في السوق. طيب هتبدا ازاي وايه الحكايه لو انت عايز تغير السيرمال بيست؟ اول حاجه طبعا هتفك البروسيسور، هوريكم ده طريقه فك البروسيسور ده. في طبعا البروسيسور الثاني هوريكم برده طريقه فكه. بس اهم حاجه ان انت تخلع الفيشه بتاعه المروحه. خلي بالك عشان بقى ممكن تفك المسامير وتيجي تخلع تروح قاطع الفيشه ولا حاجه، يبقى انت كده شكرا بوظت المروحه. طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز ده قديم عندي شويه، فانا عامل احدث تقنيات للتبريد. زي ما انتم شايفين حاطط مروحتين على بعض اهو. دي مروحه، وفي تحت المروحه الاساسيه بتاعته لانه بيبرد بيسخن جامد قوي. فقلت اجرب اغير له سيرمال بيست كده ونجرب مع بعض. وتعالوا بقى نشوف شكله. زي ما انتم شايفين طبعا ده شكل البروسيسور، هنحاول نمسح وننظف الكلام ده كله. او ده شكل الهيت سينك سوري، وده شكل البروسيسور اهو. هحاول اقرب لكم الصوره شويه بحيث ان انتوا بس ايه تاخدوا فكره عن شكل البروسيسور. ده طبعا شكل البروسيسور، وهو بقاله بتاع سنتين. بصوا يعني بحاول ان اكحته بيطلع بالشكل ده. هنغير كده ونشوف. هننضف ونرجع لكم تاني. طبعا وانت بتنضف البروسيسور خلي بالك منجيل ورق كده خفيف وبالراحه قوي. لو معاك سنه كحول مفيش مانع، لكن خلي بالك بس ايه بالراحه كده. هو الموضوع مش فظيع يعني، موضوع بسيط ان شاء الله، وتقدر تعمله بكل سهوله. لو معاك برضو بلور ماشي، انفخه زي ما انا عملت ماشي، يعني الدنيا ايه لذيذه. تعالوا كده نبص حتى على البروسيسور برضو شكله ايه. انا مش عايز اطلعه عشان ايه الدنيا تبقى في الهادي، يعني مش عايزين. هنحاول نبص كده على رقم البروسيسور ده. طبعا اهو رقم البروسيسور 11 بتاع ده 4590. ده طبعا اشهر بروسيسور في الحاجات المستعملة، اشهر بروسيسور في الحاجات المستعملة او في الكيسات الاستيراد. يعني زي ما شفت نضفناه، وهو حجمه مش كبير يعني، مش من البروسيسورات الكبيرة. طبعا ما تنساش طبعا ان انت تنضف الهيت سينك برضو بتاعتك بالراحة كده واحدة واحدة. وهي لو عملت الموضوع كل 6 شهور ولا كل سنة الدنيا هتبقى لذيذة معاك، ومش هيحصل ان شاء الله اي حاجة. اهي كده تمام، بقت تمام وزي الفل. طبعا في طرق كتيرة لحط ان انت تحط بيها. النهارده هنحط نكتور، وفي طرق كتيرة للتوزيع زي ما انتم شايفين. هم حتى عاملين لك طرق التوزيع. لو البروسيسور صغير حاجات بسيطة بتحط نقطة في النص، لو اكبر شوية برضو نقطة في النص، لو كبير قوي الحاجات الاي ام دي بتبقى كبيرة قوي ممكن تحط لها بالشكل ده نقط يعني. تعالوا كده نشوف النكتوة ونجربه. طبعا زي ما قلت هو من الحاجات العالية. انا هحط ايه، احاول احط كده وافرد اهو نقطة صغنونة، والدنيا لذيذة معانا يعني اهو كده. ونحاول بعد كده ان احنا نفرده. بعد ما عملنا كده لو عندك سبريدر ممكن تعمله بيه، لو ما عندكش ممكن بورقة كده، بحيث ان انت تبدأ توزع على قد ما تقدر في ال NH2. نحاول ناخد دول كده. طيب ركبنا الهيت سينك اهي، وحاول بقى ان انت تربط كروس، ما تربطش بالدور كده اهو. يعني ما تربطش 1 2 3 4، لا هنربط ده وده الاتنين دول الاول على خفيف، بعد كده نربط الاتنين دول الاول على خفيف، بحيث ان انت تنزل نزلة متساوية على اللي هو البروسيسور نفسه. يلا نبدأ بقى نربط كده واحدة واحدة اهو. هنربط الاتنين دول الاول ونتأكد. طبعا مش هنربط للاخر، احنا بس ايه بنحاول ان احنا ننزل متساويين بيهم هما الاتنين
اهي كده تمام اهي كده الاتنين دول مع بعض. طبعا مش ربط قوي، انا بس لسه ايه هقرص عليهم بعضين. لكن كده بس انا ايه ان انت لازم توصل المروحه بتاعت البروسيسور. ضروري جدا ان انت توصلها، لان طبعا هيسخن البروسيسور يبقى ما معناش حاجه. طبعا زي ما احنا شايفين الجهاز التاني يختلف مليون في المية عن الجهاز الاول اللي احنا كنا بنفكه. ده جيل 11. تعالوا بينا نحاول نفكه، رغم ان انا عمال نفسي افكر هبدأ بايه، لان طبعا كمية الاسلاك كبيرة. فان شاء الله ربنا يوفقنا كده ونحاول ان احنا ايه نشيل ال الكولر ده، ونبدأ ان احنا نعمل بقى نركب الموضوع التاني. لان عايز برضو اغير له السيرمال بيست بتاعه، بقى له فترة كبيرة ما اتغيرش. وتعالوا بينا نجرب كده مع بعض. طيب فكينا هي المروحة الأولانية، فرصة إن احنا ننضفها بالمرة. هوريكم برضو التور هل في أتربة ولا لأ. تعالوا بالمرة ننضف الليلة كلها. فرصة بدل فكينا بقى نعمل عملية تنظيف شامل. زي ما انتم شايفين اهو، تقريبا فردنا على كله. نلم بقى الحاجات الزيادة. طبعا ده كتير قوي كده، يعني ده كتير قوي، ما تعملوش كده. بس انا بحب ايه اتأكد. هينزل طبعا على الجناب والحاجات دي، ما تعملوش ايه بالطريقة دي. بس احنا هنحاول. عايز اجرب بس اعمل تجربة كده في دماغي، وربنا يسهل لو نجحت هقول لكم عليها. كده احنا خطينا البروسيسور خالص بالسيرمال بيست. هنبدأ بقى نحط التاور بتاعنا عليه، ونبدأ ان احنا نربطه تاني. والحمد لله خلاص نضفنا التاور اهو بقى. تمام ما شاء الله، نضفنا 90%. وزي ما انتم شايفين اهو برضو نضف كله. تعالوا بقى نجرب نحط التاور بتاعنا اهو تاني. تمام كده اهو. تعالوا نشوف بقى نسبة هل هو فعلا يعني انا شايف ان هو ايه مش عايز يطلع حتى أهو. طب اتغطى بنسبة ايه اهو. لما بقى يتربط هيكمل يعني كده خلاص غطينا الكولر. الغطى البروسيسور بنسبة اهو بنسبة كبيرة جدا، تقريبا 100%. فاضل الحتة دي لما نقفل طبعا عليه هيبدأ ان هو اوكي كلها تقفل عليه.
الموضوع زي ما انتم شفتوا سهل جدا 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 لابسط الدرجات. موضوع بسيط جدا وسهل جدا اهو. تمام، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. ما تنسوناش باللايك والشير، واشتركوا بقى في القناه. انا عمال اهو بجيب لكم كل الحاجات اللي انتم بتسالوا عليها بعملها لكم. ما تنسوش بقى وتشتركوا معانا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.